السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم مازلنا متواصلين مع حلويات عيد الفطر 2024. واليوم جبت لكم الصبلي الله داير حاله صبلي القلوب بذوق الكراميل. يجي هايل كيفاش تتحصلوا على هذا اللون، يعني فقط من مزيج يعني من الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء. كيفاش تحصلوا على هذا اللون الاكثر من رائع. يلا ندوزو للوصفة وكامل تفاصيل. اول حاجه نحضروا الصابلي اللي ما نستغناش عليه نهائيا، اللي هي 125 غرام تاع المارغرين مع كاس صغير بان تاع السكر. عندي ايضا عطر الكراميل. نزيدوا ايضا قرصة نتاع الملح مع حبة نتاع البيض. هذه هي البنات. اذا كان البيضة تاعكم صغيرة بيان سور راح تستعملوا حبة مع صفار بيضة. عندي نص كاس نتاع الزيت. نطلع هذوما المقادير كامل مع بعض بالباتور حتى يضاعف الحجم تاعها وترجع لي على شكل كريمة. بهذه الطريقة البنات الصابلي تاعكم حيجي اكثر من رائع. عندي نص ملعقة صغيرة نتاع خميرة الحلويات، ما تكثروش باش الشكل تاع الصابلي تاعنا ما يفسدش، ويعني كيما ندخلوه كيما نخرجوه ما راحش يجي الشكل تاعو مخسر. الان نبدا ندخل لافارين غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وميم طون متماسكه اللي تساعدني في الخدمه. فوالا البنات، هذا هو القوام تاع العجينه. ونسيت يا البنات باش نقول لكم باش تضيفوا ملعقه صغيره نتاع الكاكاو وانتم تطلعوا يعني في المقادير نتاع المارغرين، يعني مع الزيت مع السكر مع كامل هذوك المقادير. فوالا هنا البنات نبدا نجيب يعني العجينه غير بالعقل غير بشويه. ونبدا نطبع بالمول دائري ولا اي مول انتوما تفضلوه. اذا البنات الصابلي تاعكم طيبوه على 180 درجه، متحرقوش هكا باش البنه تاع الصابلي تاعكم تجي بنينه ويجي هشيش. بالنسبه لواش راح نلصق الصابلي تاعي بكريمه الزبده، يعني كنت شاركتها معكم في الفيديو السابق اللي حنخليكم رابط تاعو في صندوق الوصف هكا باش تستفادوا من الوصفه اذا حبيتوا تجربوها. تجيكم ناصعه البياض، تجيكم هايله. يعني نقدر يعني نمليها عليكم هكايا شفويا. اللي هي عندي 125 غرام تاع المارغرين، نص كاس نتاع السكر الناعم مع 4 كاس نتاع الزيت مع 2 ملعقة كبيرة نتاع لاشونتي. طلعوهم جيدا حتى يبيض الخليط ويدوب للفوليم تاعو، وراح تحشو بها الصابلي تاعكم فريمون فاسيلمون. هنايا راح نحشي الصابلي تاعي بالكابريس ولا بالتوفيا ولا نورمالمون، يعني البنات باش توالمكم هذه الوصفه. نورمالمون تحشو الصابلي تاعكم بالبوينه والكريمه البوينه وكريمه المرجان، حتجيب بزاف بزاف بنينه ولا كرانشي الكراميل حتجي هايله. فوالا البنات، انا ما كانش متوفر عندي معناها راح نحشيها بالكابريس. وعندي ايضا التوفيا حنحشيها هكايا الحبات نتاوعي، لصق حبة مع حبة. ونحاول اني نحي كامل الزائد تاع الكريم في الاطراف باش من بعد كي نقلاصي الحبة حتكون يعني نيفو واحد، ما يكونش كاين هذاك الفراغ في الوسط. كيما راكم تلاحظوا حاولوا انكم ما تشحوش على لاكريم باش تجيكم صابلي تاعكم بنينه. فوالا البنات، هنايا ذوبت شويه شوكولا بالحليب وشوكولا يعني البيضاء ثاني راهي تذوب. ومن بعد جبت الشوكولا البيضاء ضفت لها شويه نتاع الزيت، ما تكثروش يعني في 200 غرام ضيفوا ملعقه كبيره نتاع الزيت. وضفت لها ايضا ملعقه كبيره نتاع شوكولا بالحليب. يعني بديت نخلط حتى تحصلت على هذا اللون. نجيب المول تاعي ونحط فيه يعني الشوكولا هكايا البنات، ومن بعد نحطها في الفريجيدير اللي تحكم روحها، يعني ميم با دقيقه تحكم روحها ونحيها فاسيلمون من اللومول. البنات هذه الطريقه ننصحكم بها اذا كان عندكم حبات قليله. فوالا اذا كانوا عندكم حبات كثيره راح تشد لكم اليد، خصوصا اذا كان عندكم مول واحد. فوالا نجيب الحبات تاوعي اللي كانوا في الكونجيلاتور حكموا رواحهم مليح، جبتهم يا ربي يعني 10 دقائق قبل ما نقلاصي. والقلاصاج تاعي ثاني كراهو دافي، ما تقلاصيوش الحبات تاعكم والشيكولا سخونه.
هذه هي، لأنه الحبات التوعي راهم باردين مليح، ويعني باش نيفيتو إنه تتكسر معانا شوكولا ومن بعد. فوالا البنات، هنايا لو طون اللي راني نكلاصي، يعني كانوا نشفوا لي، زدت ضفت هكا شويه شوكولا في الوسط ذايبه، وراح نلصق الورود نتاوعي. يعني صاب لي فريمون ساهل، والشكل تاعو يجي رائع بذوق الكراميل. ما عندي ما نحكي لكم، صاب لي هذاك يجي فريمون فريمون هشيش. نتمنى البنات انكم تجربوه، واذا جربتوه ما عليكم غير تخلوا لي اراء تاعكم في التعليقات هكا باش نفرح انا ثاني كي تجربوا وصفاتي. فوالا البنات، تقدروا يعني اي شكل نتاع طابع تخدموه، يعني شكل الدائري هذايا، الكاري، القلب، وخبروني في التعليقات واش من الشكل اللي يعجبكم، يعني الشكل الدائري ولا الشكل نتاع القلب. البنات لازم لازم تخبروني في التعليقات. هاي ليكم الحبيبات نتاوعي بعد ما درتهم في الكيسات. شوفوا يعني شكل جمالي، شكل تحفة ما شاء الله. يعني تقدروا ما تزينوه يعني برشات نتاع النكخي قبل ما ديروا الوردة نتاعكم. وهذوك الأوراق يعني أيضا كنت لونتهم بالنكخي جاو هايلين. شوفوا الشوكولاتة تاعي كيفاش جات تلمع، كي تضيفوا لها الزيت يعني حتجيكم تلمع، لكن حاولوا انكم ما تكثروش، لانه اذا كثرتوا الشوكولاته تاعكم حتجيكم شفافه. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الجاتو تاعنا. البنات حيقطع لكم 30 حبة، 125 غرام تاع المارغرين، يعني حتقطع لكم 30 حبة، و 250 غرام راح تقطع لكم 60 حبة، يعني كونتيتي الله يبارك. اذا البنات وصلنا نهاية الفيديو، ما تنساوش الجيم وبارطاج للوصفة، واشتركوا في القناة هكا باش يوصلكم جديد وصفاتي. بقوا على خير إلى عدد مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.